أنا اسمي عبير، عندي 25 سنة، متجوزة من 3 سنين في بيت عيلة، ساكنة في منطقة شعبية ومشهورة في القاهرة. وما كنتش أعرف إن أخو جوزي هيشقلب حياتي ويعمل فيا كده. أنا معايا بكالوريوس تجارة. عمر جوزي معاه دبلوم صنايع وفاتح ورشة نجارة. معايا منه بنوتة وعندها سنة دلوقتي. اتجوزته عن حب، بس تقريبا كل ده طلع كلام في الهوا. ولقيت جوزي اتغير عليا جامد بعد الجواز بسبب أمه اللي فعلا خلتني أكره حياتي كلها. أمه بتعاملني بطريقة وحشة جدا، رغم إني بنزل شقتها واخدمها وأي حاجة بتطلبها مني بعملها لها. بس لو اتأخرت في عمايل أي حاجة، أول ما جوزي بيرجع من الشغل بتحكيله وتشتكيله مني. ولما لقيتها بتعمل كده معايا، بقيت أعند معاها، وفعلا بقيت أقصر معاها في أي حاجة تطلبها مني، لدرجة إن جوزي بقى يمد إيده عليا وبقيت أتصل بأهلي علشان ييجوا يجيبولي حقي. بس للأسف لما بييجوا بيقعدوا يهدوا الدنيا ويقولولي ما تخربيش بيتك والبيوت كلها فيها مشاكل وكده. وبعدها بيمشوا وجوزي مد إيده عليا أكتر من مرة بسبب أمه، لحد ما كرهته وكرهت العيشة اللي أنا عايشاها. وكنت كل مرة بنتخانق فيها أقوله طلقتي، أنا مبقتش مستحملة العيشة دي، لحد ما طلقني فعلا أول مرة. وبعدها جيت أخد هدومي وأمشي، ولقيته رفض إن حد من أهلي يعرف الموضوع، وقال لي اصبري بس وأنا هردك تاني، وفضل يتأسفلي شوية، بس محدش أهم حاجة من أهلك يعرف حاجة. وفعلا ردني، بس ده ما كانتش الحل يعني ولا النهاية. الموضوع اتكرر تاني وطلقني تاني مرة وردني تاني، وكان مصمم ان مفيش حد من اهلي يعرف اي حاجة عن موضوع الطلاق ده. المشكلة ان كده خلاص بقى فاضلي طلقة واحدة بس، وفعلا انا من جوايا بقيت مستنياها بفارغ الصبر عشان ربنا يريحني من اللي انا فيه ده. لحد ما في يوم حصلت مشكلة كبيرة ورمى عليا اخر طلقة. وبالرغم ان انا كنت بستنى اليوم ده يحصل او يجي، بس لما عمل كده انا فضلت اعيط جامد بدون سبب. وحسيت ساعتها ان حياتي وحياة بنتي اتدمرت. بس قعدت اقول مش مهم، ان شاء الله ربنا هيصلح حالي واكيد كاتب لي احسن. واتصلت باهلي وحكيت لهم ايه اللي حصل. جول البيت وكان هو مش موجود، مشي لما سمعني بكلمهم. وبعد ما جولي لميت هدومي كلها وحاجتي ومشيت. رحت عندهم وقعدت هناك 4 شهور. وهو خلال ال4 شهور دول كان عمال يتصل بيا وانا ما كنتش برد عليه، لحد ما في مرة رديت عليه وقلت له انت عاوز ايه وبتتصل بيا ليه؟ اللي بينا خلاص انتهى. قال لي انا عاوزك بس تسمعيني. قلت له اتفضل. قال لي انا ما حسيتش بقيمتك غير لما مشيتي وسبتي البيت، وانا غلطت في حقك كتير قوي، وانا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي واحدة زيك. قلت له انت جاي تقول الكلام ده بعد ايه؟ ما خلاص كل اللي بينا خلاص انتهى. قال لي طيب انا عاوز اقابلك ضروري. قلت له معلش يعني تقابلني بصفتك ايه؟ قال لي موضوع مهم ومش هينفع نتكلم فيه في التليفون. رفضت ان انا اقابله، بس هو ألح عليا كتير انه عاوز يقابلني ضروري جدا. فالمهم وافقته ورحت وقابلته في مكان عام، وقال لي ان هو سأل كتير على طريقة نقدر نرجع بيها لبعض، ولقي فعلا طريقة. قلت له انا اصلا مش عاوزة ارجع، هو حد قالك ان انا عاوزة ارجع تاني؟ قال لي طيب اسمعي كلامي، انا عارف ان كل اللي حصل بينا كانت امي السبب فيه. حتى هي زعلانة على اللي حصل بينا، وحست ان وجودك فعلا كان فارق معاها. وعموما انا لو رجعتك مش هرجعك في بيتنا القديم تاني، وهرجعك في شقة أأجرها لك في مكان بعيد خالص، علشان لا حد يجي ولا حد يقولك تعالي.
هتبقي في شقتك وبس. قلت له ارجع ازاي اصلا؟ قال لي ان هو سأل اكتر من حد وقال له ان لازم يكون في حد تاني يتجوزك ويكون اسمه محلل، بيتجوزك يوم واحد وياخد قرشين وبعد كده بيطلقك تاني، وبكده انا اقدر ارجعلك واتجوزك. قلت له انت متأكد من الكلام ده؟ قال لي اه والله متأكد وسألت اكتر من حد. قلت له انا مش هعمل كده غير لما فعلا تأجر شقة تانية زي ما قلت لي والعفش يتنقل فيها. قال لي حاضر، اديني بس مهلة اسبوعين بس واكون شفت شقة. وفعلا بعدها ب10 ايام اتصل بيا وقال لي ان هو اجر شقة في مكان بعيد خالص عن بيت العيلة اللي انا كنت عايشة فيه. قلت له ماشي، ايه هو المطلوب مني دلوقتي؟ قال لي انا سألت على ناس كتير قوي محلل يتجوزك يوم، ولقيت ناس كتير بس الواحد منهم عاوز 5000 جنيه، وانا مش معايا فلوس دلوقتي، فانا فكرت ان اخلي اخويا يتجوزك ونكتب ورقة كده ما بينكم وخلاص. قلت له لا، كل حاجة تكون في النور وعند المأذون. قال لي ماشي، هكلم الاول اخويا واشوف هيقول لي ايه. المهم تاني يوم بعدها رد عليا وقال لي ان اخوه موافق، واخوه ده اسمه محمد وهو اصغر منه وعنده 22 سنة ومش متجوز. المهم اتفقنا على يوم علشان نروح عند المأذون انا وهو واخوه، وجاب شهود معاه، والمهم دخلنا للمأذون وفعلا اتجوزت اخوه رسمي وشرعي. فانا واحنا قاعدين بعد ما خلاص اتجوزت اخوه، فانا بقول للمأذون هو احنا كده ممكن نتطلق بكرة عادي؟ لقيت المأذون بصلي كده وهو متضايق وقال لي تتطلقي بكرة ازاي يعني؟ مش فاهم. اتاري طليقي مش مفهم المأذون اي حاجة عن الموضوع بتاعنا، ومش معرفه، ومعرفه بس انه جواز عادي. راح طليقي مخرج الشهود اللي كانوا واقفين برا المكتب بتاع المأذون ومشاهم ورجع دخل للمأذون تاني. قال له بص يا عم الشيخ، احنا بنعمل كده علشان اقدر اردها ليا تاني. المأذون قال له اخوك دلوقتي هو جوزها الشرعي، ولو كنتوا بتعملوا الموضوع ده على الورق علشان تضحكوا على الشرع ربنا فده لا يجوز وحرام، وحتى لو رجعت اتجوزتها هتكون متجوزاك في الحرام، لان لازم اللي يتجوزها يخلو بها خلوة شرعية. طليقي قال له مش هينفع يا عم الشيخ الكلام ده. قال له يا حبيبي ده مش كلامي، مش كلامي انا، الدين هو اللي بيقول كده وانتم احرار. انا خلصت ضميري قدام ربنا وقمنا ومشينا من عنده، وطليقي هيتجنن بعد ما الشيخ قاله وقال لي انا هتجنن ومش عارف اعمل ايه. هو انت يعني كان لازم تتسحبي من لسانك وتقوليله ينفع نتطلق بكرة؟ قلت له وانت كنت عاوز تضحك عليا وتخليني اعمل حاجة غلط علشان تعمل اللي في دماغك وبس؟ قال لي طيب استنيني بقى اما افكر واشوف اعمل ايه. قلت له على العموم انا عند اهلي ولما تعرف هتعمل ايه ابقى كلمني. وروحت البيت وانا محتارة ومش عارفة اللي بعمله ده صح ولا غلط. رحت متصلة بواحدة صاحبتي متدينة شوية وقلت لها، قلت اما اسألها برضو كأني بسألها لواحدة تانية مش ليا يعني، علشان ما ينفعش اقول لها ان بيحصل ده معايا. وبعد ما كلمتها وحكيت لها لقيتها بتأكد عليا كلام المأذون ان لازم اللي يتجوزني علشان يكون الجواز سليم لازم يخلو بيا زي ما المأذون قال بالظبط. بعدها ب5 أيام لقيت جوزي بيكلمني وبيقولي إن هو مش لاقي حل وإنه مضطر يوافق على كده. قالي إن الموضوع ده هيفضل سر بينا احنا التلاتة أنا وهو وأخوه. قلت له مفيش مشكلة. قالي خلاص يوم الأربع الجاي هنروح الشقة اللي أنا أجرتها علشان دي اللي هنعيش فيها بعد كده. قلت له ماشي. المهم يوم الأربع رحت أنا وهو وأخوه الشقة اللي هو أجرها وعرفت المكان بتاعها، وقال لنا بكرة تكون كل حاجة خلصانة وبعد بكرة هنروح للمأذون علشان نتطلق. قلنا تمام. المهم روحت البيت وانا متوترة وقلقانة ومش عارفة الموضوع هيتم ازاي اصلا.
خصوصا ان اخوه ده عمره ما شافني الا بلبس كويس لما كنت بنزل عند امه اعمل لها الشقة. واخوه ده تحديدا بيحترمني جدا وشخص هادي ومختلف خالص عن جوزي ده، غير انه متعلم يعني ومتفهم جدا ولا بيزعق ولا بيتعصب زي جوزي. فقلت لازم اخوه يشوفني برضو واحدة كويسة علشان صورتي دي تفضل في باله، حتى بعد ما يطلقني هيفضل فاكرني وفاكر كل تفاصيل ملامحي لما اكون معاه. المهم نزلت الكوافير وظبطت نفسي وجهزت 3 قمصان حلوين. وتاني يوم الظهر لقيت اخوه بيتصل بيا وبيقول لي انتي هتروحي الشقة امتى كده؟ قلت له انت هتروح على امتى؟ قال لي انا عادي، انا اي وقت. قلت له خلاص ممكن على الساعة 6 المغرب كده اكون هناك. قال لي خلاص تمام. وعلى الساعة 4:30 لبست ونزلت. وانا في الطريق اتصلت بيه وقلت له هو عمر جاي معاك الشقة؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي ما يقدرش يجي. قلت له خلاص ماشي. المهم طلعت العمارة ووقفت قدام الشقة ورنيت الجرس ولقيت محمد بيفتح لي الباب بتاع الشقة. والشقة كانت فاضية خالص وما فيهاش عفش غير سريرين بس بتوع الأطفال. طليقي كان ناقلهم من الشقة بعد ما أجرها. المهم دخلت الشقة وقلت له على فكرة أنا أول مرة في حياتي أشوف عروسة تتجوز في شقة فاضية. المهم قعدنا نضحك ودخلت وقفلت الباب ودخلنا الأوضة اللي فيها السريرين. قعدت على سرير وهو قعد على السرير اللي قدامي وفضل يتكلم معايا وقال لي أنا كنت حاسس بكل حاجة بتمر بيها وانتي عايشة عندنا في البيت وانك ما تستاهليش كل اللي حصل ده. وقال لي ان اخوه مش بيفكر في اي حاجة قبل ما ياخد القرار وبسبب كده وصلنا للمرحلة دي. قال لي انا ما كنتش بتمنى انك ترجعي لاخويا تاني وكنت بتمنى انك تتجوزي اي حد تاني يكون عارف قيمتك ويقدرك. حسيت من كلامه معايا ان هو فاهمني وحاسس بكل حاجة جوايا وحسيت انه حد قريب مني من مجرد بس نص ساعة قعد يتكلم معايا فيها. قال لي انا محطوط في موقف دلوقتي مش عارف اعمل فيه ايه بسبب غلطة اخويا، بس ما كانش ينفع ارفض حاجة قال لي عليها لانه كان ممكن يقطعني طول العمر لو رفضت. فقلت له عموما انت جوزي دلوقتي وتعالى نضحك على اخوك وما نتطلقش. قلتها طبعا وانا بضحك ولقيته ضحك وقال لي يا ريت ما كنت اتجوزت اخويا وكنت انا عرفتك من قبلها، كنت اكيد عمري ما هطلقك. قلت له ربنا يخليك، انا بجد انت بجد حنين قوي ويا بخت اللي هتتجوزك بعدي. وقتها الساعة كانت 8 بالليل ولقيته بيقول لي على فكرة عمر قال لي ان انا ما باتش معاكي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ارجع في نفس اليوم علشان مش عاوزني انام هنا في الشقة للصبح. قلت له يعني هتنزل امتى من هنا؟ قال لي يعني اقصى حاجة ممكن 11 او 12 وانا هقول له انك جيتي متأخرة. قلت له ماشي مفيش مشكلة، بس كده مفيش وقت وانا بصراحة محرجة منك جدا ومش عارفة انا اعمل ايه. قال لي وانا كمان محرج جدا جدا ومحطوط في موقف صعب اول مرة في حياتي اتعرض له. قلت له طول ما احنا وشنا في وش بعض كده هنفضل مكسوفين من بعض ومحدش فينا هيقرب من التاني رغم اننا متجوزين ومش بنعمل حاجة غلط. اطفي النور كده ونحاول نقرب من بعض. قال لي ماشي. وراح قام من السرير وطفى النور وقفل الباب وبقيت مش شايفة أي حاجة، بس حسيت بيه وهو بيقرب مني وحسيت انه بقى قدامي وحسيت بإيده بتلف حواليا وبياخدني في حضنه وبيطمني. فضل حاضني شوية كتار قوي وحسيت اني هعيط. حسيت ان في حد محتويني كده. قلت له على فكرة انت حنين قوي وبدأ يبوس في ايدي وخدي وشفايفي ونيمني على السرير. وبعد ما كان في واحد هادي جدا وقاعد بيتكلم معايا حسيت انه اتحول اول ما بقيت بين ايديه وحسيت انه جسمه سخن جدا. وقلت له طيب استنى بس هخلع العباية اللي انا لابساها. وخلعته واول ما ايده لمستني حسيت ان هو كان بيتنفض ومش مصدق انه لمسني.
ونام معايا وحسسني إني عايشة في عالم تاني، ومن جمال الإحساس اللي حسيته معاه وهو نايم معايا قلت له إن أنا مش عاوزة أرجع لجوزي تاني، لأن أنا عاوزاك أنت. أول مرة أحس إني متجوزة بسببك، وكل ده وهو معايا مش بينطق ولا كلمة، كأنه مركز في كل حاجة بيعملها معايا ومش عاوز أي حاجة تشغله عني، حتى الكلام معايا. بعد ما نام معايا حوالي ساعة بعدها لقينا تليفونه بيرن. عمر بيتصل بيه، وكانت الساعة جت 11 بالليل، ومحمد قاله أنا لسه واصل الشقة دلوقتي وهي جاية في الطريق، وعموما أنا مش هتأخر، وقفل معاه. قام استحمى وخرج وقال لي أنا ما كنتش أعرف إن الجواز حلو قوي كده. قلت له مفيش أحلى منك أنت، ويا بخت اللي هتتجوزك. قلت له تعرف أنا هقولك على سر محدش يعرفه خالص، ولا حتى أخوك. قال لي إيه هو؟ قلت له أنا بقالي 3 سنين متجوزة أخوك، مفيش مرة استمتعت ولا حسيت بسعادة قد اللي حسيتها معاك في الساعة دي. راح واخدني في حضنه حوالي 5 دقايق وقال لي تعرفي أنا لو عليا أنا ما كنت سبتك خالص، بس غصب عني الظروف هي اللي بتحكم على الواحد. فضل يتكلم معايا لحد الساعة ما جت 11 وقال لي أنا فاضل ساعة وهنزل، بس أنا مش بعتش منك ومش هشبع. ونام معايا مرة كمان، وبعدها قال لي أنا لازم أرجع علشان أخويا ما يقولش حاجة، وأنا هقوله إن أنا قعدت معاكي 10 دقايق بس ونزلت على طول، وانتي كمان تقوليله إن احنا قعدنا مع بعض 10 دقايق مش أكتر. قلت له خلاص تمام. المهم عمر كلمني تاني يوم ولقيته بيسألني هو انت قعدت قد ايه مع بعض، وقلت له مفيش، ده احنا ما كملناش حتى 10 دقايق. قال لي خلاص ماشي، بكرة تقابليني بقى عند المأذون وهنيجي انا واخويا علشان نطلقك واردك تاني. وفعلا اتقابلنا تاني يوم عند المأذون واتطلقت من محمد، واستنيت شهور العدة ورجعت تاني لعمر، ونقلت عفشي كله في الشقة اللي عمر أجرها. بس بعد ما أخوه كان معايا وأنا مبقتش مرتاحة معاه خالص، لدرجة إن هو لما بيجي ينام معايا علشان أحاول أحس بأي متعة بقيت بتخيل أخوه هو اللي معايا. لحد ما في يوم اشتقت لمحمد جدا ومبقتش عارفة أعمل إيه. أول ما عمر نزل على الشغل رحت متصلة بمحمد وقلتله معقولة كده تنسى اللي كانت مراتك بالسرعة دي؟ قال لي والله ما نسيتك، وببقى عايزة اطمن عليكي، بس طبعا بخاف اتصل بيكي علشان اخويا. قلت له خلاص ليك عليا، لما جوزي ينزل هكلمك. وبقيت بكلم محمد اخوه تقريبا يوميا لما اول ما ينزل من البيت، لحد ما في مرة لقيتني بقوله انت ايه مش ناوي تزور مراتك القديمة؟ قال لي خلاص هبقى اظبط كده مع اخويا واجيلكم زيارة. قلت له لا، هو لو عليه مش عايزك تيجي عندنا خالص بعد اللي حصل بينا. قال لي طيب هعمل ايه؟ قلت له ابقى تعالى زيارة سريعة كده من غير ما تقول لحد. وقال لي ماشي، واتفقنا على يوم يجي عندنا وفعلا بعد ما جوزي ما نزل كلمته وعرفته ان انا موجودة لوحدي نص ساعة، ولقيت جرس الباب بيرن وبصيت من العين السحرية لقيت محمد قدامي، ما صدقتش. فتحت الباب بسرعة ودخلته، بس المرة دي ما كانتش في أي مجال للكلام، كل اللي بينا كان أحضان وحب واشتياق، وما بقيتش أحس بنفسي من كتر سعادتي وأنا معاه. وبقيت أتفق إن أنا وهو على الأيام اللي يجيلي فيها، وكل مرة بيجيلي فيها دايما بيجيبلي شوكولاتة وحاجات حلوة وأنا بحبها. بقيت بعشق كل حاجة فيه، من أول حنيته لحد حبه واشتياقه عليا، وساعات اللي ما تتوصفش لما بكون بين ايديه. وحتى دلوقتي علاقتنا مستمرة ببعض من غير ما جوزي يعرف عنها اي حاجة. وبصراحة انا حاسة ان محمد ده هو العوض اللي عوضهولي ربنا عن السنين العذاب اللي عشتها في البيت عندهم، وحاسة انه جالي في وقت انا فعلا كنت محتاجاله. فدلوقتي انا بفكر اتطلق خالص من عمر، وفي نفس الوقت خايفة ان محمد او اهله ما يوافقوش على جوازنا، ودي حاجة انا متأكدة منها طبعا. فهل افضل على الوضع ده،
ولا أعمل إيه. وفعلا أنا مش هقدر أستغنى عنه ولا أبعد عنه ولا أسيبه، لأن فعلا روحي بقت فيه. بس بيني وبين نفسي قلت أنا كده باخد حقي من عمر واللي عمله فيا السنين اللي فاتت، وما بقتش ندمانة ان محمد بيجيلي، وبقيت احس ان انتصار ليا اني بخدع جوزي بسبب معاملته ليا قبل كده. اللي شايف اني ظالمة جوزي يعمل اعجاب على الفيديو ده، واللي عنده رأي ياريت تكتبولي في التعليقات، وانا هبقى اقراها كلها.